الله في المستقبل تعاونوا كاملين باش هاد 18 ان شاء الله 50 ولا 60 ان شاء الله. دابا حنا عندنا واحد السؤال هو كيما لينا في شكرا سابق دي كونسلطاسيون في لي كونسلطاسيون كنهضروا على 400 مليون دو درهم 500 مليون درهم 600 مليون درهم الا بغينا نعاودوا الهيكله ديال مدينه القنيطره كلها بالنسبه للإنارة العمومية. أما بالنسبة للآليات اللي هنا راه يلاه غادي نجيبوا بها لي ناسيل ونجيبوا بها هذوك لي ماتيريو بريليمينير باش نقدروا نخدموا. مجموعة من المعطيات الأساسية هذاك الشيء علاش خاصنا أن نناقشوا اتفاقية بشكل مستفيض على الجزء الاعتماد المالي. ملي كنمشيو للاعتماد المالي راح تقول في بداية المداخلة راح تسولها هو شنو هو التكلفة الإجمالية ديال هذا المشروع. الآن كنظن بأنه تم الاتفاق على مليون ديال الدرهم. وفي تحديد أماكن أي حاجة كتبدا كيخصها دير لها قرار، وبالتالي طيب الحال ندخلوا المتخصصين ولما لا نوسعوا دائرة الشركاء. كاين في البعد اللي عنده علاقة بالسير والجولات، كاين البعد اللي فيه البعد الأمني بشكل المحض وهكذا. خصوص دورة فبراير كان هناك جوج جلستين، جلسة ديال الجمعة 3 فبراير خصصت للأسئلة الكتابية والتي تهم شؤون ساكنة القنيطرة اللي تقدمت من طرف بعض المجموعات بعض الفروق الحزبية اللي عندنا في المجلس، وتم الإجابة على جميع الأسئلة اللي تتهم هذه الأسئلة الكتابية والشروحات والتنويرات بهذا الخصوص اللي تتصب دائما في مصلحة مدينة القنيطرة. واليوم تم المصادقة بالأغلبية على الفائض ديال الفائض الميزاني ديال 2022 اللي تقريبا فيه واحد 2 مليار، واللي غادي اللي تحدد بالاولويه سميتو الاتفاقيات اللي تتخص البرنامج المندمج لمدينه القنيطره ديال التنميه ديال مدينه القنيطره اللي دشنو سيدنا في 2015. دونك داك باش كل مشروع اللي عندنا فيه واحد لو غوتار، اللي عندنا فيه ان غوتار باش حددنا فيه واحد المبلغ باش نزيدوا نكملوا داك المشاريع، إضافة إلى أمور أخرى مثلا التصوير العمودي والأفقي اللي تنعرفوا بأن مدينة القنيطرة فيها واحد النقص كبير. كاين بالنسبة للعتاد ديال الجماعة كذلك باش يمكن لها كذلك تواجه التحديات وباش تشتغل بأريحية وبفعالية كذلك. وتم كذلك كاميرات، تثبيت كاميرات في النقاط الأساسية في الشوارع الرئيسية في المدينة، وفي إطار المقاربة الأمنية وكذلك بالنسبة باش يكون عندنا معطيات حول السير والجولان. دونك هذه كلها نقاط تتصب في المصلحة ديال وتكون استفاده كبيره بالنسبه للمدينه ان شاء الله، مدينه قطر ان شاء الله. التقرير بين الدورتين ثم طلع الاحكام ومن بعد كان المقررات ديال المجلس. اي بي ابري كانوا الاسئله ديال المستشارين والاحزاب، النقاط اللي كتهم السكينه باش يطلعوا على مجموعه من الحقائق، مجموعه من الاشياء اللي كتدور داخل المجلس. كانت بعض اراء مختلفه، كانت اختلاف في الراي، كان مجموعه من الامور اللي بينات باش كان الناس ديال المواطن القنيطري والقنيطري كيعرف ما يروجوا داخل دهاليز المجلس الجماعي، وعرف المشاكل اللي كاينه والحقائق اللي كاينه باش يبني لها اللي كيتبنى لها المستقبل ديال المدينه. واليوم الجلسه الثانيه كانت مبرمجه لثلاثه نقاط: مقرر الغاء كراء ديال حافله فوغال، هذه النقطه تاجلات، وميم طون كان مشروع تعديل القرار الجبائي حتى هو نظرا كما شرح السيد الرئيس
كنشوفوا المقاربه التشاركيه هي تاجلات، وبقات برمجه الفائض. هذا برمجه الفائض بعد ما كنوهوا بالعمل اللي كنت قام به، وهذا الفائض ديال السنه هذيك كان اكثر من الفائض ديال السنه الفارطه. وبطبيعه الحال كان هذاك الشيء ايتيديي ومشات في اطار برنامج استراتيجي كتتم الاداءات ديال الشركاء اللي كيشتغلوا مع الجماعه باش تكون واحد الثقه متبادله لا ما بين المقاولين ولا الادارات، لان هذه المسائل هذه كانت وعود بان والالتزامات ديال الجماعه بان خصها تأديها. وكانت واحد لا روبريك اللي غادا تزاد جديده هي ديال التجهيز وتثبيت الكاميرات نظرا للمقاربه الامنيه ونظرا للاولويات اللي ولات كتلعب هذه القضيه هذه. الا لاحظنا في مدن اخرى كالدار البيضاء ولا الرباط ولا سلا ولا تماره ولا السخيرات ولا مدن مجموعه من المدن اللي ولاو غاديين في هذا الاتجاه هذا. وعالميا راه ولات كما قال السيد الرئيس في خلال الجلسه بان ولاو لي سمارت سيتي. حنا كندخل عندنا في برنامج العمل قبل ما تجي الارساليه. دونك كان لزاما علينا باش تفتح هذيك لا روبريك باش يكون التثبيت ديال الكاميرات، وخصصنا ليه واحد المبلغ اللي هو 1 مليون درهم كوم سا باش نقدروا نبداو. ملي تجي الاتفاقيه ان شاء الله بحول الله ديك الساعه يمكن لنا نناقشوها ونحدوا مبالغ ونشوفوا شنو اللي مخصوص من الجماعه اللي خصها دير في هذيك الاتفاقيه بعد ما نناقشوها داخل المجلس ونضبطوها مزيان. اليوم كان اختتام ديال الدوره فبراير 2023 بدات الافتتاح ديالها نهار الجمعه، واليوم كان الاختتام ديالها. اغلبيه النقاط كلها تم التاجيل ديالها الى دوره لاحقه. وكانت برمجه الفائض فيما يهم مصلحه المدينه اللي شاط في 2022 مصلحه المدينه. اللي كيهمنا حنا دابا، انا كنستحضر هنايا انه كان واحد التصريح ديال الرئيس السابق اللي هو عزيز رباح في الصحافه كيتكلم فيه على حول صاحب الجلاله امام صاحب الجلاله حول سياسه المدينه وحول المخطط الاستراتيجي اللي غادي يخدم به المدينه. وكان كيقول باللي راه غادي يجيب 4 المليار ديال المرسى، غادي يجيب 2 المليار ديال البور ديال الوينصيف، كيجيب المهم جاب مستثمرات، جاب وصل واحد 10 ديال المليار. وقال انه بالحرف انه هن اللي غادي هذه المرحله الاولى ديالهم غادي تكون غير مرحله بناء مدينه، وبالثاني في المرحله الثانيه غادي تكون المدينه انشاء مدينه ديال قنيطره. واللي غادي يجي من موراهم قال لك ما غاديش يلقى لا حفار لا ضوء لا حتى حاجه. فاذا بنا حنا اليوم اش كندوزو ما كايناش الضوء، ما كاينش الضوء، ما كايناش الحفاري، البنايات مستهرئه. اشنو كانوا كيديروا قبل؟ هنا هو السؤال الواضح اللي بغيت نعرف انا بالضبط. بغيت ما كرهتوش هو يجاوبنا عليه شنو كانوا كيديروا في ديك الولايتين، والفلوس اللي كانت عندهم ديال المبادره جاتهم من مشروع ملكي اللي خداو الملاير، والملاير مشات ديك الفلوس اشنو دارت فيها. حنا من دخلنا على مجلس لقينا مجلس فقير ما كاين لا فلوس لا والو. دابا الرئيس مشكور انه كيجتهد باش كيجيب بعض الدعم من سميتو من الداخليه ومن بعض من الجهه، ولكن مغلوبين عن امر الله. لان حنا دابا باقيين ضاربين غير مع الاناره، غير البوط ما فهمتش الانارات واش هذوك الناس قال لك نلقاو مدينه موجوده وغادي نلقاوها سميتو. فاذا بينا حنا فينا يا مارينا اللي تكلمنا عليها، فينا هو سميتو البور اللي غادي يتكلم عليه ديال الوين صيف ديال سميتو ديال الوزير، فينا هو هادشي ما كاين. باقي حنا في 2023 ما كاين والو. الور هو قال لك في 2015 هادشي راه كان موجود غادي يخدم عليه. بالتالي ف القنيطره كما كنعاودوا كنقولوها وكنعاودوها تذبح من الوريد الى الوريد بسياسيها بالسياسيين ديالها اللي صراحه ما عرفتش انا كيفاش كيمشيو وكيفاش عطاتهم خاطرهم انهم ما تبناتش المدينه باموال اللي هي فعلا طائله نزلت عندهم. وحنا دابا كنتصادموا باننا ما كاين والو، حتى شي حاجه ما كاينه. يلاه كنبرمجوا في الفائض ديال 18 مليون ديال الدرهم ولا ديال شي حاجه اللي غادي نخدموا عليها. علاش غتعطيها؟ واش للبولات، واش للطروطوار، واش للامن، واش للكاميرات، واش تصلح الادارات؟ باقي الادارات هذه من خلال الاستعمار بقاها هكاك هي. يخص الدوره ديال المجلس ديال فبراير، دوره دازت في المستوى الحمد لله، كملات في المستوى وفي مستوى اكثر في سميتو ديالو في الجوله الاخيره او في الدوره الاخيره ديالها الثانيه، الجلسه الثانيه. دونك الحمد لله النقاط دازوا سيتو كانوا فيها واحد 4 نقاط، 2 نقاط راهم تم التاجيل ديالهم واللي هو القرار الجبائي، وواحد القرار كذلك ديال واحد الارض اللي كتستغل شركه فوغال. ودازت النقطه الاخرى اللي هي ديال برمجه الفائض، والحمد لله دازت الامور بخير وعلى خير. وكذلك حتى المره السابقه دازوا الاسئله كاملين الحمد لله تم الاجابه عنهم.
وحنا الحمد لله راه غاديين في التوجه ديال اننا خصنا نخدموا وخصنا نشتغلوا ميدانيا، لان مدينه القنيطره كيخصها الخدمه ميدانيا. ماشي بصراحه انا بالنسبه لي الدورات تبقى دورات يعني في اطار القانون التعقاد الى وكتناقش فيها البرامج والمشاريع الى اخره، ولكن راه تنقولها وتنتوجه بها جميع المستشارين والمستشارات. مدينه القنيطره بغات الالتفاته، بغات الاذان الصاغيه، بغات العمل الميداني، بغات تنقى، بغات الضوء، بغات طرقان في المستوى، بغات الامن، بغات شي اللي مدينه القنيطره خصها. ماشي نبقاو نقولوا الهضره كثيره بلا حتى حاجه. هذا هو الواقع اللي بغيت نقول انا، ونتمنى ان شاء الله اننا نتوفقوا في هذا العمل هذا، ونتمنوا ان الناس القنيطره يزيدوا يساندوا هذا المجلس هذا ويعاونوه ان شاء الله. وكنتمنى حتى من جهات المسؤوله على هذا الشيء ديال الدعم، لا الجهه لا الحمد لله الداخليه راه دائما كدير المجهود ديالها، لا المجلس الاقليمي، لا هادو كلهم خصهم يكونوا يديروا واحد اليد في اليد مع جماعه القنيطره باش انها تزيد في التنميه ديالها وتزيد في الاصلاح ديالها وفي العطاء ديالها لما فيه مصلحه لهاد الناس هادو اللي متواجدين في هذه المدينه.